السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين. النهارده بقى جايه لكم بفيديو كده ايه مقرب لقلبي يعني. نقول بسم الله ولا حول ولا قوة الا بالله ونبدأ مع بعض. هنا بصوا بقى هوريكم ايه احلى سمك واحلى سلطة. بصوا السلطة كانت جميلة. كنت بوريكم ان احنا لازم نعمل زي ما احنا متفقين مع بعض ان احنا لازم نعمل على الفطار طبق سلطة وشوربة، اي نوع شوربة عندك حطيه على السفرة و... ولازم طبق سلطة، عشان طبعا ايه يعني السلطة دي فيها عناصر غذائية كتيرة جدا. بصوا كنت بوريكم بقى السمك وجميل، كنت عاملة سمك مكاريلي وسمك بولتي ومكرونة. بصوا حاجة كده يا سيدي، كانت جميلة جدا يعني، كانت تستاهل بقكم بصراحة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بصوا بقى كنت بوريكم المنظر، بصراحة كان عاجبني جدا. بصوا شكل الرز وجماله وحلاوته. هنا كده نقول بسم الله ولا حول ولا قوة الا بالله وندخل مع بعض على الفيديو. بصوا هنا بقى ايه، كنت حاطه قطعه زبده وكنت بشوح بقى فيها الشوربه بتاعه السي فود. الشوربه دي مكوناتها فيها كابوريا وفيها جندوفلي وفيها سمك اللي هو البياض ده وفيها جمبري وفيها كاليماري. كانت بصراحه كانت ده كيس جاهز على بعضه، انا جايباه، مش انا يعني انا في العادي بتاعي لما باجي اعمل شوربه سي فود بروح اشتري مثلا نص جمبري، نص سمك كده يعني بجمع. انما ده بصراحة كان كيس جاهز، وقلت ايه لما اجرب اما اشوف هو هيبقى عامل ازاي. بصراحة كان جميل جدا. هنا هنزل عليه ببصلاية وشوية كمون صغيرين قوي وهديله تشويحة مع البصل. بصوا جربوها بالطريقة دي وهتعجبكم جدا. لو وصلتوا معانا لحد هنا متنسوش تعملوا لنا لايك وشير وتفعلوا الجرس وتدوسوا على كلمة كل عشان يوصل لكم كل جديد. هنا كده بصوا كنت بوريكم ان الكابوريا لما بتديها تقلبتين كده بتغير. هنا كده اديتها تقلبتين ونزلت عليها بالمية بتاعتنا عشان خاطر ايه تبقى يعني هي بقى تغلي مع نفسها. وهنا كده كنت بعمل الخلطة بتاعت السمك المكاريل. بصوا كانت الخلطة دي عبارة عن جزر وعن فلفل الوان بس مش اكتر من كده، ومدياها بقى ايه حاطة على الخلطة نفسها من الدقة اللي احنا بنعملها اللي هي التوم والكمون ولو فلفل وملح وكزبرة كده يعني، الخلطة اللي احنا متعودين مع بعض عليها. وطبعا اهم حاجة في السمك المكاريلي ده او في السمك عموما الليمون، بس مش على الاكل انا مش بحب احط الليمون على الاكل على السمك وهو ما يتقلي يعني. انما طبعا السمك بياخد كمية ليمون رهيبة وانتي بتملحيه يعني. هنا كده ابتديت ان انا املح السمك. بصوا جميل ونضيف وقشطه كده. قشطه كنت في اليوم ده بقى ايه عايزه اقول لكم، انا كنت عامله الاكل ده كانت الساعه 5، والله العظيم كنت بادئه في الاكل ده بعد 5 كمان. بس الحمد لله يعني جينا على الفطار والحمد لله. هنا كده كنت نزلت بقى ايه بمعلقه سمنه ومعلقه دقيق. ابتديت ان انا ايه اشوحهم كده عشان خاطر ايه. وهنا كده كنت عملت الرز. بصوا ايد هنا وايد هنا هتلاقي نفس وهي ونزلنا هنا بكوباية لبن عشان خاطر ايه انا مش عاملة كمية كبيرة من الشوربة يعني، فكانت هي كنت يا دوب كنت محتاجة كوباية لبن. ورحت نازلة على بقى ايه على الشوربة كده بالبشاميل بالخلطة الخلطة دي انا بعتبرها يعني او معتمداها بديلة للكريمة يعني. بصراحة علبة الكريمة بقت غالية جدا. بصوا كنت بوريكم بقى ايه الحاجات والمحتاجات بتاعة الشوربة. يا لهوي احنا صايمين دلوقتي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بص بقى كده هنا كده بقى اما تيجي تبدري بقى السمك المكرونة اعمليه بالطريقة دي. بصراحة اخت جوزي هي اللي قالت لي عليها يعني. هنا كده وبدأت بقى ايه بدرت السمك وبدأت ان انا اقلي وبدأت ان انا ايه اعمل السلطة طماطم بقى وخيار وقرن فلفل كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وقرن فلفل كده على السريع. بصوا حاجة كده ايه سلطة، لازم مكونات السلطة تبقى كلها يعني ايه كتيرة كده. تحاولي ان انت تكتري من الخضار وتقللي من الطماطم عشان خاطر يبقى
حتى انا هنا هنسى ان انا اقطع الخضرة في التصوير يعني، بس هعملها بالخضرة يعني، مش هنساها في الاكل، بس نسيتها في التصوير. هبتدي ان انا انزل بقى بشوية كمون كده حلوين زيكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، وشوية ملح برضو. بصوا كل الاكل ده والله ما خد معايا نص ساعة، يعني ايه كله كده كده في الايه في السريع، وحبة بقى ايه حبة من اللي كانوا باقيين في الخلطة اللي هي الدقة يعني. وهنا كده بصوا كنت بوريكوا السلطة، بوريكوا السي فود، وكنت مقطعة الخضرة بعد ما نسيتها. فايه بصوا عشان منظر الاكل بصراحة حاجة تفتح النفس يعني بجد. هنا ده كده كان طبق سلطة عليه خل، عشان انا مش بحب احط خل على كل السلطة، فكنت عاملة طبق خارجي للناس اللي بتحب الخل. يا رب نكون ضيوف خفاف عليكم، ويا رب فيديوهاتنا تكون بتعجبكم، وما تنسوش تعملوا لنا لايك وشير وتفعلوا الجرس وتدوسوا على كلمة كل عشان يوصل لكم كل جديد ان شاء الله بننزله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.